مساء الخير صحابي صحباتي كل اللي معايا على القناة، وحشتوني جدا جدا من امبارح للنهارده دلوقتي. النهارده بقى معايا اكل زي ما انتم شايفين، يعني اكلة اصيلة اصيلة، يعني مصرية اصيلة. طبعا انتوا شايفين قدامكم كرشة يا جماعة. جبتها ونضفتها، وعايزة اقول لكم طلع عيني فيها، حرفيا تعبت جدا جدا في تنظيفها. رغم ان انا طبعا منضفاها عند الراجل، بس طبعا لازم بتعيدي تنظيف تاني. انتوا فاهمين. اللي قدامكم ده يا جماعة يعني 3 كيلو. الكيلو على فكرة الكرشة ب30 جنيه، وجبت 3 كيلو ب90، وخدت تنظيف 20، يعني 110، وقفت عليا ب110. وجبت حمص أكل. طبعا انتوا كلكم عارفين حمص الأكل يا جماعة بحمص الطبيخ، مش حمص الشام. هنعمل كرشة بالحمص. وفلفل ألوان بقى، وقطعت بصلي والثوم بتاعتي وعصرت الطماطم زي ما انتوا شايفين. طبعا انا نقعت الحمص، او زي ما انتوا شايفين نقعته بتاع ساعة كده عقبال لما انا خلصت اللي ورايا. ورجعت بقى هنبتدي اقول لكم بقى هنعمل ايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ورقة وقلم وتعالوا ورايا. هنجيب الحلة بتاعتنا فيها شوية زيت وندعة سمنة. هنعمل الصلصة اول حاجة عشان ايه نخلص منها ونركنها، عشان ايه الكرش بقى يعني مولها طويل طويل. حطينا الطماية، طبعا هنقعد نقلب فيها كتير كتير لحد ما ايه يعني تحمر شوية. وهننزل بالطماطم عليها طبعا، وهنسيبها تاخد يعني نص غلوة نص غلوة، ونقوم حاطين عليها ايه الحمص الطبيخ، تاخد غلوتين تاني، وهنقوم راكنينها على الجنب. طيب قبل ما نكمل هدعوكم الاشتراك في القناة، واول مرة تشوفوني يوميات كف القمر، لايكات كتير قوي 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 بقى. انزلوا يا جماعة، اعملوا لايك تحت، وطلعوا فوق اعملوا اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. طيب الصلصة ديت هنحط عليها اي نوع من التوابل ولا اي ملح ولا اي حاجه؟ لا 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 نهائي، ولا اي حاجه، ولا ملح ولا توابل ولا اي حاجه، لان هنشوف في الاخر احنا هنحط التوابل فين. اهي كده خلاص التوميه تقريبا اتحطينا عليها الصلصه، وهننزل بالحمص يا جماعه بعد غلوتين. يلا يا جماعه، انا عايزه كل اللي بيتفرج علينا بالله عليكم لايك 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 وتعليق حلو بقى، وقولوا لي هل بتحبوا الاكله دي ولا ما بتحبوهاش. اصل الناس بتوع بابي ومامي دول ما بيحبوش الاكلات دي. اهو نزلنا بالحمص وكمان غلوتين، يعني احنا طبعا مش هنسوي الحمص لاني هنشوف هنكمل سواه مع الكرشه. عايزه تعليق يا جماعه، كل واحد بيتابعني منين. احنا جبنا حله تانية ماشي، هنسخنها ومش هنحط فيها اي حاجه، متحطش فيها اي حاجه، وهنحط الكرشه فيها ونغطي عليها ونسيبها يعني بتاع ربع ساعه. هتنزل الميه كلها اللي فيها. انت هتشوفوا اهوت يا جماعه الخطوات قدامكم. طبعا هنغطيها ونسيبها ربع ساعه، ومش هنحط ولا زيت ولا هنحط اي حاجه، هي الكرشه فقط، ولا هنحط ميه حتى. بصوا شايفين الميه بدات تبخ منها اهي، اهي طول لما رايحه جايه هتلاقي الميه بتبك منها. الميه دي طبعا مش نضيفه يا جماعه، مش حلوه، وريحتها مش كويسه، فهنرميها. رحنا شطفناها بميه ساقعه وحطيناها تاني، وهنكرر التجربه كمان مره. هنسيبها تبك ميتها من غير ما نحط برضو اي حاجه، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. هنسيبها شويه، هتبك شويه ميه، وهنروح نرمي الميه وهن وهنغسلها بميه ساقعه، وهنحطها للمره التانية. وانتوا شايفين اهو قدامكم حطيت انا بقى ايه شويه ميه، كوبايتين ميه، وتغطيها لحد ما تستوي، لان الكرشه يا جماعه بتاخد سوا كتير جدا، تاخد سوا كتير كتير كتير، يعني عايزه اقول لكم هو اكتر من اللحمه.
اهو بدأت تغلي. طبعا الريم اللي على الوش ده طبعا بيتشال. مش هنحط برضو، احنا لسه مش هنحط توابلنا دلوقتي ولا هنحط اي حاجة، لان لو حطيتي الملح بيأخر في سوا بتاعت الكرشة. الملح هيتحط في الاخر خالص لما خلاص هي بدأت بقى في السوا وطالعة خلاص في السوا. هنسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. خدت كتير يا جماعه، كتير، خدت سوا كتير كتير. قعدت عايزه اقول لكم بتاع اكتر من نص ساعه مثلا في اللقطه دي بس، وما استوتش برضو، يعني اللي هي مثلا 70% من السوا بتاعتها. طبعا احنا مش هنعمل اي حاجه لحد اما الميه دي تنشف خالص وتشربها وخلاص بقى، يعني فاهمين، تبقى خلاص الكرشه من غير اي حاجه. قبل ما الميه دي تنشف يعني يا دوبك هيبقى فيه نص كوبايه كده او ربع كوبايه، هنحط شويه زيت وشويه سمنه، عشان طبعا ايه الزيت والسمنه يعني هيخلوها تلمع ماشي. ولو الميه نشفت فجاه ما تتلزقش في الحله وتبوظ. طبعا احنا مش بنحطها ونسيبها، لا، رايحين جايين كل 3 4 دقايق عشان خاطر الميه ما تنشفش فجاه وتتحرق مننا والاكله تبوظ ونقعد بقى نصوت يا لهوي. يعني انتوا فاهمين طبعا. اهو الميه اهي نشفت قدامكم، فاضل حبه صغيره جدا. ننزل بزيتنا وسمنتنا. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، كل اللي متابع معايا لحد دلوقتي ماشي، اللايك لايك 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 كتير كتير. لو اول مره تشوفوني يوميات كف القمر، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. انا دلوقتي كده خلاص حطيت الزيت، شايفين بتلمع ازاي، والسمنه اهو خلاص، هي الميه خلاص بتتشرب. في حد في الكومنتات، واحده يعني ست كويسه جدا محترمه، زعلت من الفيديو بتاع المره اللي فاتت، بتقولي هو انت مصوره البوتاجاز وهو نضيف، ما جبتلناش ليه خطوات؟ لا، احب اقول لك والله العظيم معلش، انا كنت مشغوله وما كانش في حد معايا في البيت يصور لي، فاضطريت ان انا اصور قطع واستنى حته واستنى حته واستنى بس يا قمر والله، لكن عينيا ليكي، انا هجيب كل خطوات كل حاجه. طبعا احنا عاملين الصلصه يا جماعه وراكنينها، الصلصه لحد وقتنا هذا معموله وخلاص، انا قفلت عليها ومركونه على جنب اهو. بصوا خلاص مفيش الا ندعت ميه صغنونه خالص خالص خالص. طبعا احنا مش هنسيبها تنشف نهائي، هنسيب الربع كوبايه ميه دي، عشان لسه معانا بصل ومعانا فلفل الوان. طبعا هي بتبقى حلوه جدا بالشطه، فلفل الحراق، بس انا متأيده عشان خاطر الاولاد الصغيرين غصب عني يا جماعه، لكن لو عليا انا هملاها بقى قرون فلفل شطه نزلت بالبصل ونزلت بفلفل الالوان، كل ده ما حطيتش التوابل ولا حطيت بهاراتي ولا حطيت اي حاجه. تقليب بقى كتير 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 كتير، واسيبها تاخد وتدي لحد ما الميه تنشف منها. طبعا شويه البقين الميه اللي تحت دولت هما اللي هيسووا البصل. اهو زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم انا مجرد ما ضفت البصل بس من غير التوابل ولا اي حاجه، عايزه اقول لكم الريحه، بصوا ما اقدرش اقول لكم، كنت عايزه اكلها كده بقى. مش هنحط الملح دلوقتي عشان البصل ما يتبلش خالص،
وعشان هي ما تتاخرش برضو في السوا. طبعا انا بتعامل مع واحد عايزه اقول لكم قسما بالله بقالي 30 سنه اهو. برضو حطينا نديتين توم، ما التوم بقى بيبقى ني كده بيدي ريحه ما اقدرش اقول لكم الا الله خالص يعني. نفضل نقلب يعني ربع ساعه، ربع ساعه تقلبي فيها لحد ما طبعا الفلفل ده يدبل والبصل يدبل والميه تنشف خالص 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 خالص. رايحه جايه طبعا بقلب عشان خاطر ما تلزقش في القعر، لو لزقت في قعر الحله. طب هنحط التوابل بقى، كل التوابل اللي عندك بقى حطي كل التوابل اللي عندك والملح، بس كتري من الفلفل الاسمر. عايزه اقول لكم في اللقطه دي كانت الريحه، انا كنت عايزه اكبش شويه كده من الحله وكله. قلبي كله، مش هنقلب كتير يعني، يا دوبك 3-4 دقايق بس كده لحد ما تشرب من البهارات دي كلها. وهنكون محضرين الصلصه بتاعتنا اللي هي الصلصه اللي هي بالحمص، طبعا هتكون جنبنا. خلاص احنا اتأكدنا ان هي شربت من كل البهارات وشربت كل حاجة. ونشفت المية بتاعتها وكل حاجة، نزلنا بقى بالصلصة بتاعتنا والحمص. مش قادرة اقول لكم بقى يعني اكلة 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 مصرية. على فكرة الكرشة دي يا جماعة فيها حتة اسمها ام الشلاتين. الحتة دي بقت بيستوردوها الصين برا، والله العظيم رغم ان هي اجمل حتة في الكرشة، بس كل مرة اقعد اتحايل على الراجل بالله ويقول لي والله ما بتيجي، اقسم بالله ما بتيجي. بصوا والمصحف خرافة 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 خرافة. هنسيبها طبعا لما تتسبك خالص لان هي ولا واخدة سواها قوي ولا الحمص واخد سوا قوي. هنزود عليها كوباية مية تانية ونسيبها بقى مع نفسها. ما استاهلش لايك بقى، والنبي يستاهل لايك ولا ما استاهلش. الاكله دي هتتاكل جنب رز، تاكل جنب عيش. انا ذات نفسي بعشقها بعيش. تحطي على الطبق بتاعك كده شويه شطه وبصي وتعيشي تعيشي. واليكم الاكله بعد ما خلصت يا جماعه اهو، كلنا منها لما قلنا يا بس. تحفه تحفه تحفه، وما كلفتنيش اكتر من 120 جنيه. والرز طبعا اهو انا عاملاه عشان الاولاد، لكن انا اكلت بعيش. والحمص طبعا عايزه اقول لكم انا جبت ربع ب7 جنيه ونص. يعني الاكله كلها على بعضها ما كلفتنيش 130، غير الطماطم يعني ما تعدتش 150 جنيه بالرز. والحمد لله كلنا. وعايزه اقول لكم 3 كيلو، متخيلين 3 كيلو قد ايه؟ كتير. هي طبعا انا بجيب كتير عشان هي بتخس، هي بتخس لما بتتحط على النار، بس برضو قضيتنا كتير كتير. لو انتوا عيله متوسطه 3 ولا 4، عايزه اقول لكم كيلو ونص حلو قوي. كيلو ونص هيبقى حلو جدا جدا. كيلو ب30 جنيه هتجيبي الاكله ب50 جنيه الكرشه. الكيلو ونص تنضيفها بكله وتعيشي بقى. مش هتعدي معاكي ال100 جنيه كلها بالرز بقى والشعريه، وممكن تجيبي عيش وقطك والحمص. الحمص طبعا انا حاطه ربع، انت ممكن تحطي اقل من ربع. واكله وفيره جدا وحلوه وموفره، وكل كل الشعب المصري بيحبها. باي باي.